ازاي نبطل ادمان السوشيال ميديا؟ طب اولا ليه، يعني انا ليه اصلا عايزه ابطلها؟ لانه مثلا بيضيع وقت. لما يجي ربنا يسألك عن عمرك فيما افنيته، هتقول على السوشيال ميديا؟ المشكله مش بس وقت، ممكن الذنب اللي منكد عليك حياتك، السجاير اللي مش عارف تبطلها، مش يمكن سبب ان انت بتضيع وقتك كله على السوشيال ميديا، سكرول على الفيسبوك، ريلز على الانستجرام، شورت على اليوتيوب. يومك ضاع، بتبدأ بفيديو تبص تلاقي اليوم انتهى. المشاريع والكورسات اللي انت عايز تاخدها واللي مش عارف تاخدها لغاية دلوقتي، الوقت اللي انت قاعد بتضيعه في غيرك قاعد بيستفيد بالوقت ده، بياخد بيه علم ديني عشان ينفع غيره، او بيعمل مشاريع لنفسه علشان ينفع نفسه، ينفع غيره كمان. للأسف الوقت الضايع مش بيرجع، اللي بيضيع وقته ضيع حياته. الموضوع بالظبط زي ان الوقت ده رصيد في البنك، في ناس بتعرف تستثمره، بس انت للأسف قاعد بتصرف على الفاضي. خليك كده تتفرج على الناس اللي نفسك تبقى زيهم، وناس قاعدة تحقق أحلامها، وانت للأسف قاعد كل يوم على نفس الكنبة، نفس الموبايل، نفس الفيديوز اللي ملهاش لازمة. طيب ازاي بقى يعني أبطل الحاجات دي؟ أولا نبدأ بالاستعانة بالله والتوبة على كل اللي فات، والعزم على عدم العودة. نبدأ بقى العملي، يعني علشان نبدأ نخلص من عادة. هي العادة بتتكون من ايه؟ اولا بيحصل حاجة تريجر، او اللي هو المحفز اللي بيخليك تعمل العادة ويجي لك المكافأة. للأسف احنا بيقولوا علينا دايما أمة الدوبامين. إيه، الدوبامين دلوقتي سهل ان تحصل عليه من جانك فود، او من سكرول على الفيسبوك، اي فيديوز بتاخد شوتس من دوبامين عالية. بس الدوبامين الصحي بقى اللي المفروض ناخده، اللي هو مثلا من الرياضة، من الأكل الصحي، للأسف بيبقى الدوبامين قليل. فعشان كده للأسف تاني معظمنا بي بيستخسر الوقت، أو بدل ما ياخد الدوبامين من الحاجات الصحية، للأسف بياخده من الحاجات اللي مش صحية والعادات اللي مش صحية. عموما احنا زي ما قلت ان العادة بتبدأ بتريجر أو محفز. فأنا أول طريق ان أنا أبطل العادة دي، أخفي المحفز ده أو أخفي التريجر. طب ازاي أخفيه؟ يعني مثلا امسح الآب. صعبة دي قوي. طيب ممكن تشيل الآب اللي انت قاعد بتدمنه ده، وتحطه في حتة بعيدة خالص اللي هي الصفحة الأولى بتاعتك دي اللي على الموبايل، تحطه في حتة خفية. أو ممكن تعمله يعني ايه، زي اللي هو فروزن، في برامج كده بتعمل فروزن للآب. آه بعدين هتلاقي نفسك ان انت عندك وقت كبير، فالوقت الفاضي ده أصلا ده لوحده تريجر لأن انت تقعد سكرول. فانت استثمر الوقت ده في حاجة تانية، يعني مثلا بودكاست، بودكاست حالا مثلا، او اي بودكاست عندك قدامك ممكن تستعمل. إيه، ممكن تدور على وظيفة لو انت في اجازة، او ممكن تطلب علم ديني. بدل ما تضيع وقتك على النت، مش ضيع وقتك، انت هتبقى بتستثمر وقتك في العلم الديني عشان تنفع غيرك. لو انت خالص صعب عليك ان انت تعمل ده كله، الموضوع ممكن ان انت الاب ده بقى تعمله فلتر، تعمل انفولو لكل الناس، البلوجرز والحاجات، الناس اللي ملهمش لازمة، تعمل بس فولو لناس معينة. ولما تخش مثلا على الاب، يعني مثلا على الفيسبوك، ابعد عن الشورت وابعد عن الواتشت، وخليك بس في البوستات المعينة. مثلا على انستجرام ابعد على كل ما تخش على الاكسبلور ده خالص. التيك توك ده تمسحه اصلا لان هو كله فيديوهات ملهاش لازمة. يعني انت ممكن تفلتر الاب. لو على اليوتيوب مثلا، انت ممكن تخش على الحاجات اللي بتعمل لها سبسكرايب، وتشوف الفيديوز المهمة ليك. انت نوعا ما دي محتاجة قوة إرادة.
هي الإرادة ايه تعرفها؟ ان انت بتتجنب الفعل، مش عندك قوة إرادة ان انت هو قدامك ومتعملوش، لا انت تتجنبه اصلا من الأول. هي دي قوة الإرادة. لأن للأسف لو حاجة قدامنا يعني بنسبة 80-70% كده هنقع فيها، فإن أنا أتجنبها، تجنب الخطأ أفضل من الوقوع فيه، أو إن أنا يبقى قدامي وأحاول إن أنا أبعد عنه. تمام. تاني حاجة بقى ممكن أعملها، أجعلها غير كذابة. يعني إيه أجعلها غير كذابة دي؟ يعني أقول لنفسي إن دي وحشة، اقول افتكر انا ليه عايزه ابطل العاده دي، ليه؟ لانها هتضيع لي وقتي، لان ربنا هيحاسبني على كل ثانيه ضاعت من عمري، لان دي سيئات جاريه. انا اللايك ده ممكن يخليني الفيديو ينتشر، او حتى الفيو ممكن يخلي الفيديو ينتشر وللاسف تجيب سيئات وانا اكون مشترك في الذنب ده. طب ليه؟ طيب وفي الاخر الدنيا دي كلها يعني هما في الاخر كام ساعات، لما نخش الاخرة دي بالنسبة لها تبقى ساعات قليلة، عمرنا كلها اللي قضيناه. انت شوف من 50 سنة الملوك اللي كانوا موجودين فين؟ دلوقتي في التراب، ولسه كمان 50 سنة هيفضلوا في التراب. الناس اللي موجودة من 1000 سنة دول، سيدنا محمد بقاله قد ايه في التراب ولسه إلى قيام الساعة. فالوقت اللي هنعيشه قليل جدا بالوقت اللي احنا هنقعد فيه في القبر أو الخلود في الجنة طبعا، يعني إن شاء الله ربنا ينور. ولو حسيت في لحظة ما للأسف ده بيحصل، إن خلاص لأ، طب أنا عايز أشوف، أنا نفسي جت إن أنا أعمل، أنا زهقان ومتضايق وعايزة أخرج من كده، قول لنفسك ده ولا الجنة ولا الفردوس الأعلى. فكر نفسك بالدار الآخرة دايما والفردوس الأعلى، هتلاقي الحافز اللي يخليك تصبر. وأهم حاجة إن أنت تبعد عن البيئة اللي تخليك تعمل كده. يعني مثلا زي قعدة صحابك على القهوة، يا ريت تبعد عنها. وانتي قاعدة صحابك معاكي في البيت كل واحد ماسك الموبايل، يعني خليكوا اجتماعيين شوية ونبعد عن الموبايلات شوية، لان احنا بجد تلاقي لما النت بيقطع بتتعرف على اهلك لأول مرة. لا ليه؟ طب انت ممكن تمسك الموبايل اصلا وتبعده. ويا ريت كمان لما تبدأ مثلا تشتغل او اي حاجة تحط الموبايل في حتة بعيدة خالص، لان ده بيخليها صعبة. ودي تالت حاجة، ان تزود الصعوبات، او يعني خليها صعبة، تزود الصعوبات اللي تخليك توصل للآب. يعني زي ما قلت ان انت اصلا هتمسحه او ان انت هتحطه في حتة بعيدة، هو يا ريت لو تمسحه اصلا وتبقى ناسي الباسورد، وكده مش هتبقى تعرف توصل الاكونت وتقعد تفتح اكونت تاني، فهتكسل اصلا انت ممكن تفتح الاكونت يعني في دلوقتي مثلا. او ان انت تقعد في حتة ما فيهاش نت، بحيث ان يكون مثلا معاك نت بسيط ان انت تشوف حاجات خفيفة، مش تقعد تفتح فيديوز وتضيع وقتك عليها. اخر حاجة اجعلها غير مشبعة. يعني مثلا خلي معاك حد يساعدك، كل ما يشوفك ماسك الموبايل ياخده منك. ويا سلام بقى لو اختك او اخوك الصغيرين اللي اول ما يشوفك ماسك الموبايل بتقعد تتفرج على الفيديوز يقعدوا يذلوك، فانت هتسيب الموبايل غصبا عنك. وفي حاجة هنا قاعدة مهمة، ان السلوك الذي يكافئ يتم تكراره، وعلى العكس السلوك الذي يعاقب يتم تجنبه. يعني ايه؟ يعني أنا لما اقع في الذنب، او يعني لما افتح الفيديوز دي، انا هقوم اصلي ركعتين توبة، هزود ورد القرآن، وهطلع صدقة. كده الشيطان مش هيعدي لك تاني اصلا. وكده انت قلت لنفسك الأمارة بالسوء ان لا، انا مش هعمل السلوك ده تاني. كل مرة هتعمل كده لما بس يكون عندك العزيمة ان انت تقوم تصلي ركعتين التوبة، وتزود ورد القرآن، وتطلع صدقة حتى لو انت مش معاك فلوس هتقعد تشحت لآخر الشهر، بس عشان تعاقب نفسك وتفهمها ان لا، انا مش هعمل كده تاني. لان احنا للأسف جوانا يعني الشيطان من بره بس كان الشيطان كانت ضعيفة. جوانا نفس الأمر والسوء، احنا جوانا اصلا 3 أنفس، اللي هي النفس المطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. يا ربنا يرزقنا النفس المطمئنة. النفس اللوامة، لا أقسم بنفسك بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة.
والنفس الأمارة بالسوء دي اللي الشيطان بيتغذى بيها عشان يقدر يوسوس لنا. فهي الفكرة كلها طبعا الدعاء والاستعانة بربنا ان هو يصرف عنا النفس الأمارة بالسوء. ولما تحس ان انت بتتوسوس ان انت عايز تعمل اي ذنب، يعني مش لازم على السوشيال ميديا اي ذنب، قول اول حاجة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقول لنفسك يعني في حاجة ان انت تأكسبت ان احنا جوانا نفس أمارة بالسوء، أكسبت ان احنا بني ادمين وعندنا شهوات، وان احنا للأسف مش معصومين من الخطأ، احنا ممكن نقع في الخطأ او ممكن نقع في اي ذنب، بس الفكرة ان انا لو وقعت هقوم، يعني ده اهم حاجة. واللي انا قصدي هنا ان احنا اكسبت النفس الامارة بالسوء، يعني بدل ما اقعد بتخانق انا وهي وكل واحد بيشد انا هعمل كده لا مش هعمل كده، هي هتكسب مرة انا هكسب مرة، بس انا لو اكسبتت و... وغير بس طريقة كلامي، يعني بدل ما اقول انا عايزة اعمل كذا لا هقول انا حاسة او انا بفكر اني عايزة افتح دلوقتي النت. انا غيرت هنا بس كلمة حاسة او حاسة ان انا عايزة او بفكر، لان احنا مش بنمشي ورا احساسنا كتير. يعني مثلا انت ممكن تبقى اصلا قاعد في المواصلات ويبقى حد جنبك بيتكلم بصوت عالي بتبقى عايز تمسكه تضربه، بس انت مش هتعمل كده. حد قدامك شعره منكوش كده وانت نفسك تمسكه من شعره كده تشد شعره، بس انت مش هتعمل برضو كده. هي الفكرة ان انا بس حاسة ان انا عايزة، بس انا مش هعمل، انا عندي حرية الاختيار، هي دي الفكرة. بدل ما ان احنا اتنين نقعد نحارب بعض لا انا هاكسبت وخلاص. في حاجة عايزة اقولها بقى ايه، في سورة العنكبوت ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لما نقعد نصلي نتذكر او يعني نية من نوايا الصلاة بعد انها يعني هي كتابة موقوت اصلا، ده لازم نية من نوايا انها تنهاني عن الفحشاء والمنكر. إيه طبعا كلما زادت الطاعات، كان دايما الدكتور حسن شومان بيقول ايه، دخل الطاعة هتطلع المعصية، لأن الطاعة بتجلب معاها طاعات تانية، وللأسف المعصية بتجيب معاها معاصي تانية. فانت كل ما تزود الطاعات مش هيبقى عندك أصلا وقت للمعاصي، أو هتلاقيها بتقل مع زيادة الطاعات، هتلاقي إن الشيطان بيبقى أضعف إن هو يوسوس لك. الدعاء والاستجابة، ولما تقع ما تقولش بقى هي بايظة بايظة وخلاص، باظ خربانة خربانة، لا قوم على طول، ما تستناش ان هو تقعد، لا على طول قوم. يعني حتى دايما لما اي حد يعمل اي حاجه، زي مثلا اي حد بيعمل دايت عشان يخس، هيقع في يوم ما يفضلش بقيه الايام يخربها خالص، لا يعني خلاص انا وقعت هتدرك الخطأ وبس هفكر، يعني انا هتدبر او هفكر عن هدي نفسي فيدباك انا ليه وقعت اصلا. تمام. وبرضو عايزه اقول حاجه، سورة العنكبوت والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يعني انت لازم تعرف ان في الاخر ربنا، بس تكون صادق مع نفسك، ربنا هيدينا في الاخر. حتى لو انا كنت مت قبل ما خلاص اوصل للهداية الكاملة، بس انا كنت على الطريق، وان شاء الله ربنا يجزينا الثواب، يعني ان انا كنت على الاقل على الطريق، انا مش ذنبي ان انا مت قبل ما اوصل، بس على الاقل انا كنت بحاول اوصل. تمام. اخيرا الذكر بيخلي بركة في الوقت، بيبعد عنا المعاصي، وأحسن ذكر هو لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول يعني لا حول عن المعصية، لا بعد عن المعصية، يعني أنا مش هقدر أبطل المعصية دي، أنا مش هقدر أبطل قاعدة على الإنترنت، أنا مش هقدر أصرف عني المرض مثلا، ولا قوة على الطاعة، يعني أنا مش هقدر أطيعك يا رب، أنا مش هقدر أحفظ قرآن، أنا مش هقدر أطلب علم شرعي إلا بالله العلي العظيم. يعني ربنا هو الوحيد القادر على ذلك، انت من الاخر بتستعين لربنا بالذكر ده، فاللهم استعملنا ولا تستبدلنا، ويا رب قوينا ان احنا نقدر نطيعك على اكمل وجه يعني. شكرا.